السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في قناة بنات ماما أمل. كل سنة وانتم طيبين. طبعا العيد قرب، والعيدية طبعا لازم تقدمي حاجة جميلة كده مع العيدية اللي الأطفال يفرحوا بيها. هنعمل لهم النهاردة ساعة يد بالخيط القطن. طبعا عشان هي هتتلبس في ايدهم، هم أطفال طبعا لازم نستخدم خيط قطن. هنعمل الدايرة السحرية نثبت بغرزة سلسلة، وبعدين نعد كده 6 غرز حشو. نخش جوه الدايرة ونعمل غرز حشو، وبعدين نسحب الخيط، نضيق الحلقة، نقفلها بقى. هنقفلها بغرزة منزلقة. هنخش في أول غرزة عملتها ونسحب الخيط بسلسلة، نقفل السطر. هنرتفع سلسلة ارتفاع عشان نعمل السطر اللي بعده، ونحاول نضيق الحلقة ونقفلها كويس. ارتفعت سلسلة، وبعدين هنخش في كل فتحة وهنعمل فيها غرزتين حشو. يبقى ال6 غرز اللي في السطر الأول هنخليهم 12 في السطر التاني. الخيط الزيادة اللي هو موجود دوت مش هناخده معايا في الشغل، لأن هحتاجه في تثبيت الدايرة بعد كده في الخياطة. كده خلصت السطر التاني. هنسحب غرزة منزلقة، وبعدين ارتفع غرزة ارتفاع، وبعدين هخش في أول فتحة وأعمل غرزة حشو، والغرزة التانية أعمل غرزة تزايد، يعني 2، يعني أدخل فيها مرتين تزايد. هخش في الفتحة اللي بعدها وأعمل غرزة واحدة، واللي بعدها أعمل 2، واللي بعدها أعمل واحدة بس، وهكذا لغاية ما أخلص السطر الثالث. تزايد وواحدة، تزايد وواحدة. التزايد يعني أخش في الفتحة مرتين. يبقى كده هيبقى 18 غرزة. هخلص السطر الثالث وأقفل بمنزلقة. كده قفلت اهو. هرتفع غرزة ارتفاع سلسلة واحدة، وبعدين أخش في أول فتحة تقابلني وأعمل غرزة، وبعدين اللي بعدها برضو غرزة واحدة، واللي بعدها أو نعمل غرزتين مفيش مشاكل، بس هي نعمل 1 1 2، يعني واحدة مفرد وواحدة مفرد، وبعدين غرزة تزايد 2 في قلب الغرز، وهكذا 1 1 2 1 1 2 لغاية ما أخلص السطر الرابع. طبعا انت بتختاري الإبرة المناسبة للخيط بتاعك. وكل ما تكون أصغر كل ما تبقى أفضل، عشان يبقى الشغل دقيق، يبقى أفضل وأقيم يعني. هنخلص الدايرة اللي هو السطر التالي اللي الرابع. اللهم صل على سيدنا محمد. هنقفل بقى بمنزلقة. خلصت كده آخر غرزة، وبعدين هخش وأعمل منزلقة. كده خلصت اهو. هعمل كمان سطر. لو عايزة الدايرة صغيرة زي كده ماشي، ما يبقى اكتفي بكده.
أنا زودت كمان سطر. غيرت الخيط عشان نعمل الإطار اللي بيبقى من فوق، عملته بلون تاني اهو. سحبت الخيط اهوت، الخيط كان ورا الشغل سحبته، وبعدين هخش في الفتحة اللي بعدها واسحب برضو، وبعدين ادخلها واعمل سلسلة او منزلقة. هخش في الفتحة اللي بعدها واسحب واعمل منزلقة، او تسميها غرزة سلسلة، ما فيش يعني، هي اهو سحبة كده ونعمل سلسلة عشان نعمل الإطار بتاع الساعة. وياريت ما تشديش عشان ما تبقاش مقوسة، خلي الغرزة دي تبقى واخدة راحتها. هنشتغل كده لغاية ما نخلص بقية الدايرة. اختاري الخيط اللي يناسب من اللبس يعني اللي بتاع الأطفال، عشان يبقى كله ماشي مع بعض، يبقى شكله جميل. هنكمل بقى الدايرة. خلصتها اهوت، هنقفلها بقى، نسحب الخيط من ورا، نسحبها كده من ورا، وبعدين نعمل سلسلة، نربطها يعني بسلسلة كده من ورا بعد ما سحبت الخيط، وبعدين نقص الخيط بقى. نسحب بقى ونقص كده. خلصنا الإطار بتاع الساعة. نبدأ بقى نعمل العقارب هنربط الأول الخيط كده نعقده، وبعد كده هنبقى نضيعه بقى بالإبرة بتاعة التنظيف. هنلضم الإبرة بخيط بقى مختلف عشان نعمل أو نحدد يعني الأرقام بتاعة الساعة. لضمت الإبرة بخيط اهوت مختلف غامق شوية، وهنقسمها كده ل4 أجزاء اهو. بعد ما عدت الخيط هنزل بس سطرين كده اهو، اعمل شرطة كده، وهاجي في الربع التاني للساعة برضو واعمل الشرطة التانية، ننزل سطرين يعني طولها بيبقى سطرين. وقصد الأولانية بعمل تاني اهوت، يعني كل 2 قصد بعض، أقسمها 4 يعني. هنعمل بقى العلامات الصغيرة ما بين كل علامتين كبار، هنعمل علامتين صغيرين، بتبقى ارتفاعها سطر واحد بس. هنكمل بقى بقية الساعة بالشكل ده بالتقسيمات دي اهو زي ما انتوا شايفين كده.
كملتها اهيت. هنعمل بقى العقارب لضمتها بإبرة بخيط تاني خالص، وهاجي في النص في الدايرة اللي في النص، وهعمل عقرب الساعات بيبقى عقرب الدقايق بيبقى أطول شوية من عقرب الساعات. وبعدين هنعمل السهم بتاعه زي ما انتم شايفين كده اهو. عملت أول شرطة في السهم، وبعدين هندخل نعمل الجزء التاني من السهم أو علامة 8 يعني اهو. هنخش جوه الدايرة اللي في النص تاني ونعمل هنحدد بقى عقرب الساعات بيبقى أصغر شوية، ونخش جوه الدايرة اهو. وبعدين نعمل السهم بتاعه كده. يعتبر خلصتها خلاص. ننضف بقى الخيوط من ورا ونبدأ نعمل الأستيك بقى بتاعها. هنعمل بالإبرة الكبيرة دي، الإبرة دي 2.5. هنعمل 4 غرز سلاسل بعد غرزة العقدة يعني بتاعت البداية، وأعمل غرزة ارتفاع. هجيب الإبرة التانية بقى بتاعتي الأساسية، وهخش أسيب طبعا غرزة الارتفاع وأخش أعمل غرزة حشو في الغرزة التانية، وبعدين 2 كده غرزة حشو، و3 هي 4 غرزة حشو. دي الرابعة. هرتفع سلسلة وأدير الشغل وأخش في كل فتحة فوق كل غرزة أعمل غرزة حشو 4 غرز. عديهم عشان مفيش حاجة تفلت منك، يعني 4 غرز حشو. اللهم صل على سيدنا محمد اهو. وبعدين غرزة ارتفاع وأدير الشغل، وهكذا لحد ما نعمل المقاس بتاع الرزغ بتاع الطفل، يعني حسب حجم ايديه يعني. ونعمل غرزة ارتفاع وندير الشغل، وهكذا لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه. هنكمل بقى لحد ما نوصل للارتفاع اللي احنا عايزينه. خلصت اهوت. هنعمل العروة بقى بتاعت الزرار. هنرتفع السلسلة، وبعدين نعمل غرزة في الأول اهي، وبعدين نعمل سلسلتين ونسيب من تحت غرزتين، ونروح في الغرزة الأخيرة ونعمل غرزة حشو. يبقى كده عملت غرزة في الأول وغرزة في الآخر، وسبت غرزتين في النص. ديرت الشغل، وهنعمل غرزة حشو، وبعدين جوه الحلقة اللي أنا عملتها نعمل غرزتين حشو، وبعدين الغرزة الأخيرة غرزة حشو. يبقى كده رجعت ال4 غرز حشو تاني. غرزة ارتفاع وأدير الشغل وأعمل سطر كمان من 4 غرز. ادي أول غرزة، والتانية 3 4. نبدأ بقى ايه كده. احنا خلاص عملنا العروة اهي. ممكن ارتفع كمان سطر، او ممكن اكتفي بكده اهو كده على قد ايد الطفلة لانها صغيرة. غرزة ارتفاع، وبعدين هنقفل بقى بمنزلقة.
هنسحب كل غرزة بسحبة، يعني غرزة مزرقة. هنقفل كده السطر كده، خلصنا. نقص بقى الخيط ونبقى ننضفه بالإبرة التنظيف. هنجيب بقى الحلقة الدايرة بتاعت الساعة ونخيطها بالخيط اللي انا كنت سايباه ورا دوت، من ورا ده هنلضمه وهخيط بيه، هثبتها في الاستيك، وهركب الزرار اهي. خلصتها اهي، ركبت الزرار والدايرة. طبعا هنزرر بقى كده. وكل سنة وانتم طيبين، حاجة جميلة جدا هتفرح الأطفال، وياريت تعمليها بقطن عشان طبعا ما تضايقهمش، الدنيا حر. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.